طيب، مساء الفل عليكم كلكم. النهارده أول حلقة من حلقات The Human Side of Successful Moms. والبرنامج ده هو اللي بيتكلم عن النص التاني من كل أم مختلفة وبتعمل حاجة مختلفة. ودايما اللي بيظهر على السوشيال منها هي الحاجة المختلفة دي والمنورة. بس يمكن محدش بيبقى شايف النص التاني بقى والسايد التاني بتاع الاتشيفمنتس دي والحاجات المتنوعة اللي الشخص ده بيعملها. فحسيت ان محتاجين نتكلم شوية عن النص اللي محدش بيشوفه ده، البنى اللي بيحصل ورا كل الاتشيفمنتس دي. عشان احنا في الاخر بني ادمين، احنا مش شغلنا بس، مش الاتشيفمنتس بتاعتنا بس، احنا يعني حاجة كده على بعضها. فمحتاجين لما نبص على اي بني ادم نشوف كل الزوايا بتاعته او كل الجوانب بتاعته. ومن هنا كانت فكرة اصلا The Human Side of Successful Moms يعني. ودي أول حلقة من حلقات البرنامج. منورانا فيها نهال. هاجي لتعريف نهال، بس كمان عايزة أقول لكم إن البرنامج مقدم obviously يعني من مجتمع مسك اللي انتوا عليه دلوقتي. وهو ملاذك الآمن لأمومة سعيدة. وليه ملاذك الآمن لأمومة سعيدة؟ عشان أنا بسيك إن احنا نعمل مجتمع موازي. المجتمع ده اتبنى من سنة عشان يبقى فعلا مكان أمان لكل أم بتسمع تنظير وبتسمع كلام سخيف وبتسمع هو انت بس شفتي حاجة واللي جاي أصعب وحاجات كتير قوي بتضايقها. فيكون في مكان هي قادرة تكون فيه على حقيقتها، تعبر فيه عن كل مشاعرها من غير أي أحكام. وعشان فعلا تلاقي الدعم سواء من الدوائر الدعم اللي بتتقدم أو من الكوميونتي نفسه. وده فعلا كان بيحصل خلال السنة اللي فاتت كلها يعني الحمد لله. بس كده. أول واحدة بنفتتح بيها البرنامج هي نهال. وإن شاء الله البرنامج هيكون موجود معاكم كل خميس في 9 مساء. فاستنونا بقى كل خميس مع أم جديدة يعني. أم جديدة يمكن تنيم نهال. ولادها قبلها بساعة عشان تيجي اللايف. بالظبط. أنا شخصيا كنت بعمل كده. لو الساعة 7 يلا يا مسكي يا دوب عشان إحنا محتاجين إيه، ورانا حاجات بنعملها. يمكن يعني نهال ما تعرفش اللي انا هقوله ده، بس انا بدايه معرفتي بنهال مش الفتره دي خالص. انا بدايه معرفتي بنهال من وانا بتجوز. وانا عروسه بجد. جديده ومحتاسه وبدور على ميك اب ارتست وفيل ديزاينر، وحسيت ان انا دخلت في قصه كبيره كده مش بتاعتي. وكان فعلا الجروب بتاعها از ريفرنس كده الواحد بيرجع له كل ما يستك في اي حاجه ليها علاقه بالجواز. لو انا هخش اسال على الجروب، الناس اللي هناك دي هتديني الزتونه. ف... فدي فعلا كانت بداية المعرفة. الفترة اللي فاتت اتعرفنا على بعض أكتر، بس دي كانت بداية معرفتي بنهال وبرايد مينيونز والحاجات اللي مختلفة اللي بتعملها نهال يعني. مش هطول أكتر من كده. يلا بينا نبتدي. عايزة أقول لكم إن البرنامج ده مش متحضر. نهال ما تعرفش أي حاجة عن الأسئلة اللي ممكن تتسألها النهاردة. احنا جايين احنا الاتنين من غير سكريبت. دردشة لذيذة بين أمين زي ما بيقولوا. هنتكلم مع بعض لمدة ساعة. حابه قوي كل الناس اللي بتتفرج علينا اي ريفلكشن اي انسايت تجي لها، اي حاجه تخبط فيها كده واحنا بنتكلم تشاركها معانا على الكومنتس. وان شاء الله في اخر اللقاء هيكون في around 10 minutes كده، لو حد حابب يسال نهال اي سؤال هنفتح ساعتها المجال يعني الاسئله كلها. فازيك يا نهال؟ عامله ايه؟ ازيك يا جوان، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ انا كويس. يومك كان حلو النهارده؟ آه. كان النهاردة، لا كنت فاقدة الشغف خالص بصراحة. وبعدين صحيت قلت لا، النهاردة يوم مميز وعندي انترفيو في مجتمع مسك، فانت ايه، روقي مودك علشان لما نيجي بالليل تكوني مود. فقمت عملت اومليت بالسبانخ وعملت حاجة اشربها، وقررت ان انا اخد اجازة من الشغل. بعد ما جميل. عملت ساين ان، رحت قلت لهم يا جماعة انا النهاردة اوف، اي حاجه urgent بس كلموني، غير كده لا. بس خلاص. وبعدين قعدت اتفرجت على فيلم ذا فاميلي مان. وبعد كده نزلت لفيت شويه في الشارع وخدت الزين ورجعنا. مهم. قعدنا نلعب شويه وننام وانا معاكم. فكان لطيف يعني. ما دام ما فيش حاجه مش لطيفه فهو يوم جميل وعدى بسلام، حتى لو فاقدين الشغف. وانا بحب القرارات اللي بتطلع عشوائيه كده، اللي هو لا يا جماعه انا اوف النهارده، يعني انا اه مش قادره بالظبط. اواجه المجتمع والناس النهارده، بالظبط. فانا هاخد وقت لنفسي كده اشحن واجي لكم تاني بني ادم طبيعي. فعايش يا نهال، الله ينور. طيب، بما ان البرنامج بتاعنا اسمه يعني The Human Side of Successful Moms، فخليني اسالك سؤال مهم. انتي بتشوفي نفسك ام ناجحه؟ لا.
امم لا احكي لي. يعني دايما كده. معرفش، انا كنت لما بسمع اي واحده بتتكلم عن انا حاسه بتأنيب الضمير عن كذا، يعني ايه الافواره اللي انت فيها دي؟ تمام، ممكن نكون بنقولها كده، بس احنا اوقات كتير قوي من جوانا بنقعد نقول لا، انا النهارده ما قعدتش معاه واتكلمت معاه في الحروف والكلمات، انا متضايقه جدا ان انا ما عملتش كذا. تمام، انا النهارده جه من النيرسري، انا ما قعدتش معاه، الواد وحشني، انا ما قعدتش اتكلمت معاه، ما قعدناش بقى قررنا ماما بابا، ميه الكلام بقى، يعني ما زين سنه واربع شهور وبستريس قوي على الحاجات دي الفتره دي. مم. فدايما مثلا خرجنا وما عملتش اكل، فرجعنا اكلنا اي حاجه، مم. او اكلنا حاجه فيها مقليه مثلا، وانا ما بدخلش مقلي، ما بدخلش حاجه فيها سكر، فاهماني؟ فدايما تحسي اللي هو ايه، سنه كده، بس بحاول شويه اموتها، يعني مش هكدب عليكي، بحاول اموتها. اللي هو عادي يعني لما يحصل مره كده كل اسبوع، ولا مره مش عارف ايه، مش هتقعدي كل شويه تقعدي تأنبي ضميرك على ايه. وبعدين بنعتبرها مناعه. هو يعني اي حد فينا بيفضل ياكل هيلثي على طول؟ يعني انا اعرف ناس كانت ولادهم بتاكل هيلثي قوي، اول ما اكلوا اكله عاديه العيال انتكسوا، برافو يعني على طول. انتكسوا. بالظبط، فاللي هو لا، ما هو هياكل حاجات من بره وهيلقط وهيروح عند جد ونانا هياكل حاجات برضو، مش هتقدري تقولي لا، في اوقات مش هنقدر نقول لا عليها، يعني عديها المره دي، مش كل مره، فما تقعديش تضغطي على نفسك ان كل حاجه تكون 100% مظبوطه، لا عادي. ف... فالاوقات التانية الضمير دي او مثلا تتنرفزي، او اللي هو يا زين بقى، دي بتضايقك انت بعدين، يعني اللي هو هو مش عارف ينام، وانت ومش عارف يشرح لك هو مش عارف ينام ليه، طب انت بتتنرفزي ليه؟ لا انا مش شايفه، بحس دايما ان انا مقصره، وان انا مش بيرفكت مام، لا، في اكتر، في حاجات انت ما بتعمليش، ايه انت ما بتعمليش حاجه اصلا، يعني رغم ان انا بقعد اسعى واذاكر واقرا كتير واحاول معاه واديفلوب نفسي، وعلشان خاطر اديفلوب زين، بس برضو طول الوقت حاسه ان انت في حاجه، بس. عاجبني في كلامك فكرة إن عادي، ما مرة غلطنا وخلاص. يمكن أمهات كتير قوي بتقع في حتة البرفكشنزم دي، اللي هو أنا لازم أمشي على الصراط المستقيم ولازم أعمل كل حاجة بشكل مظبوط وإلا مش هبقى أم كويسة. however بالظبط. أنت أم كويسة بطبيعة الحال، إن أنت أم أصلا. أنت أخدتي بالظبط. اللقب ده لوحده ده فأنت هو. أم. مم. لفت نظري قوي ان قد ايه اللي احنا بنقوله دلوقتي مختلف تماما، يمكن حتى عن الصوره اللي متاخده عنك على الجروب وعلى برايد مينيونز وعلى الاسئله، اللي هو نهال انت بتجيبي وقت منين؟ يعني نهال اه. صحيح، انت بتجيبي مم. وقت منين؟ بصي يا بنتي، الموضوع ده انا عرفت ارتب وقتي حقيقي مم. بعد ما زين بقى عنده 9 شهور. قبل كده انا ما مم. كنتش عارفه ارتب وقتي مم. ولا ارتب اي حاجه، بس لحد ما زين بقى كبر، خلصنا المرحلة الأولانية بتاعة المغص والقشط وإنه يقعد متسند وي 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 المرحلة، أنا بحس أنا بصراحة من وجهة نظري إن أصعب المرحلة الأولانية دي اللي إحنا مش فاهمين فيها حاجة وتايهين، وكل حد عمال في ودنك عندك يبخ في ودنك حاجة، وأنتي مش حاسة. طب يعني أنا أفتكر أول ما ولدت مش عارفة أرضع، مش عارفة أرضع زين، وبعدين بقول مم. لهم ان انا هروح استشارة رضاعة، يا لهوي، يعني ايه استشارة رضاعة؟ يعني ايه تروحي مم. استشارة رضاعة يا جماعة؟ انا مش عارفة ارضع الولد، انا فعلا مش عارفة ارضعه، حاولنا بكل الطرق، فتحنا يوتيوب، انا مش عارفين الناس كلها دي فطرة المفروض تكون فيكي، وسمعت كلام كتير، وكنت خلاص بنهار 4 ايام مش عارفة ارضعه، لحد ما رحت للدكتورة وعلمتني، رجعت نفسيتي افضل خلاص. ساعتها بقى قررت انا مش هسمع اي كلام من اي حد، خلاص، انا مم. اي كلام هيتقال لي، انا ما فيش حد اضرب مصلحة ابني الا انا وابوه، خلصت اند اوف تكست. فبقيت كل صح. حاجة الريفرنس بتاعي دكتوره، واقعد اسيرش على حاجات واتاكد مش عارف ايه، خلاص كده شكرا. اي حد يقول لي اي حاجه اقول له تمام حاضر ان شاء الله، والله المره. وبقيت برضو ايه، عشان في الاول كنت باخد الامور على اعصابي، اللي هو إيه وارد بقى، لا هو كذا، فلقيت نفسي بقيت بدخل في جدالات، مم. فانا عندي طاقه، وهم مش هيقتنعوا، سواء بقى ماما اهي، ماما بتقولي شكرا. اوكي. فاحنا هنخش في جدالات ليه؟ حاضر،
تمام ان شاء الله، فاهمه؟ فاللي هو بسيف الباور وهنخلص ونمشي. احنا كبرنا مع الناس دي ساعتين، مش قصدي انت يا ماما، يعني قصدي اي حاجه مكان انا بروح، كبرنا ساعتين وهنمشي وخلاص، فاهمه؟ فكره بقى نجيب وقت منين دي، بقول لك لما بعد 9 شهور، بعد ما الحاجات دي لما بدأ يلعب، لما بدأ يمسك الحاجه ويلعب، فاللي هو انا ممكن اديله حاجه يلعب فيها، ندخل المطبخ فيقعد في كرسي الاكل، اديله طاسه وحاجه، فاقدر اخلص المطبخ. لان في الاول ما كنتش بقى، كنت افضل رايحه جايه رايحه جايه ابص عليه، ما كانش لسه بيعرف، ما كنتش بخاف قوي لانه لا بيعرف يقعد ولا هو نايم. لما بقى يخش معايا المطبخ بقى، نقعد بقى نغني بقى وانا بعمل الاكل وهو قاعد في كرسي الاكل، فمطمنه. فشويه شويه ابتدت الدنيا تبقى اهدى، يعني بعرف اظبط نومي. وبالذات بقى كمان لما ينزل الحضانه، يعني انا بالنسبه لي نزول الحضانه دي، الناس كلها بتقول لك نزلي البيبي بعد ما يتم، لما بيعرف يتكلم. انا تمام، انا معاهم جدا ومقدره جدا اللي هم بيقولوه، بس كل كيس مش التانية، وكل ست طاقتها مش التانية، وكل حد ظروفه مش التاني. بلس اني انا بعمل احتياطاتي وكل حاجه عشان ادخل ابني المكان ده بشوف ان في اونلاين كاميرا، فانا شايفه طول الوقت بيحصل فيه ايه، حتى وهو بيغير الدايبر انا شايفه. بشوف اي ديفلوبمنت بيحصل له، بشوفه وهو بياكل، بشوفه كل الكلام ده كله، فانت مطمنه. فبتعملي ايه بعد ما بتطمني؟ بتستودعي ابنك لربنا وخلاص، استودعك ابني فخلاص، انت عملتي اللي عليكي، وديتيه مكان محترم، شايفاه، مطمنه عليه. لدرجه ان اللي كانوا حوالينا اصلا يا رنا كانوا معترضين. دلوقتي انا ماما تقولي اوعي تغيبيه يوم، هي شافت ان هو طاقته في فرق حصل. محتاجين يلعبوا ويفرهدوا ويعملوا الكلام ده كله. فابتديت ان هو خلاص نزل، ابتديت بقى ان انا كنت في الاول ينزل الحضانه انام شويه، اصحى 10 يا دوبك اقوم. فبعد كده قررت لا، انا لما الدنيا ينام الساعه 8 انا هنام على 10. ولما ينزل الصبح الساعة 8 الصبح أنا مش هنام، أنا هاخد من 8 ل 9 ألف لفة على الشقة، أكنس بسرعة كده وأطلع الحاجة من الفريزر، أكنس وأمسح ألمع الأرض، تمام، وابتدي شغلي 9، وأجي على الساعة 2 مثلا أقوم رايحة قايمة داخلة عاملة أي حاجة في الأكل معرفش إيه، لو في غسلة هتغسلها وبتاع وخلاص، وأكمل شغلي لحد ما زين بيجي، نقعد بقى مع مظبوط. بعض شوية نلعب. فهي الفكرة كلها باي براكتسنج، وان انتي بقى تظبطي ان انا عندي يوم السبت ده يوم اساسي اقعد اعمل الاكل بتاع الاسبوع، انا ده ما فيهوش عندي نقاش، انا اتبل كل حاجتي، كل حاجة جاهزة بالميل اطلعها، كل اللي انا بعمله رز او مكرونة امم. بس، ما بعملش اي حاجة. والسلطة بعملها في علبة التupperware الكبيرة دي، تفضل موجودة تقعد الاسبوع اه بالظبط. طول الاسبوع. صح. تمام، انا فعلا ما بعملش اكل يعني هو المره واحده وخلاص، انا اليوم ده بتبل فيه كل حاجتي وخلاص. فوفرت من عليا هدك كبير، ان انا الوقت ده هقعد ما اعملش حاجه، هقعد ما اعملش حاجه يعني، ودي حاجه اوت اوف، كويسه هقرا على حاجه فكره. بس. هي دي الفكره. فهو ده الوقت بجيبه منين. في ناس بقى كمان بتبقى فاكره ان هي قاعده بقى 24 ساعه على الفيسبوك، ما يعرفوش ان في حاجه اسمها سكادولينج بوستس. ممكن اقعد اعمل سكادولينج بوستس بتاع الاسبوع كلها في يوم واحد، وهي بتنزل اوتوماتيك. ريح دماغي، مش لازم معناها ان انا قاعده دلوقتي خالص. صح. بس الناس برضه زي ما عايزين. بتشوف بتقول هي مش بتشوف يعني behind the scene. هو هم مش عارفين ايه اللي بيحصل ورا، هم شايفين مثلا الصورة اللي نزلتها بتاعت الفطار، بس انا اكلت شوكة، انا ما اكلتش الفطار كله. النسكافيه اتدلق بعد ازاي الصورة. بتفكري كل يوم كده اكل جميل ومتروق وشكله حلو ومتصور بشكل حلو، يعني تعملي ده بس ازاي؟ خدي بالك انا فعلا عندي مشكلة ان انا ما بعرفش اكل غير والاكل شكله حلو. انا حتى لما مم. كنت بروح الشغل واخد اكلي معايا في اللانش بوكس، انا لازم اعمل الاكل شكله حلو، ما بعرفش، دي مشكلة بريفرنس كبيرة. شخصي. بالظبط. بريفرنس شخصي، انت بترتاحي اكتر في الشكل ده. جدا جدا. في كلامك حاجات كتير مهمة، منها فكرة يعني وجود سيستم زي ما بيقولوا، اللي هو أنا بقى عندي روتين، أنا عارفة أنا بعمل إيه، ابني بيروح الحضانة إمتى. وحتى توبيك الحضانة نفسه من التوبكس اللي أنا عارفة إن فيها ديبيت كبير ما بين امم. ننزل العيال بعد 3 سنين بالظبط. ولا ننزلهم وهو صغيرين. بس زي ما أنتي قلتي، ودي فعلا حاجة أنا بأكد عليها دايما
معلش انا بظبط الكاميرا. باكد عليها دايما في هنا حتى في مجتمع مسك فكره الرحله ذاتيه، والرحله كل ام فعلا بالظبط. مختلفه، كل ام ظروفها مختلفه وحياتها مختلفه. فما تاخديش حاجه على انها هي دي الريفرنس، لا انت شوفي انت محتاجه ايه ويومك محتاج ايه. وفي ناس الفاليوز بتاعتها بتقول انا الشغل عندي حاجه مهمه فانا لازم اكون بشتغل. في ناس لا، الفاميلي عندها قبل اي حاجه فهي محتاجه الوقت ده يبقى يعني 24/7 للبيبي. ودي تمام ودي تمام ودي صح ودي صح. ما فيش حد فيهم يعني هي دي اللي هنقول عليها بيرفكت مام. اصلا فكره البيرفكت مام دي فكره يعني منه لله اللي زرعها. وقال ان الام محتاجه تمشي على شكل معين، وخلينا كلنا قاعدين بنجلد في نفسنا وبنضايق في نفسنا. بس لفت نظري وجود طنط، فيعني نحب كده نعمل لها تحية كده من اللايف. وخليني برضو أسألك بسبب يعني بما إن طنط موجودة معانا، يمكن إحنا دايما بنبقى في مرحلة تمرد من أول الثانوي كده وإحنا طالعين عن إحنا إيه، لا إحنا مختلفين ومش عايزين نبقى زي أهالينا وإحنا معترضين على كل اللي بيعملوه. وأول ما نبقى أمهات بنعمل كوبي بيست اللي هم كانوا بيعملوه معانا. المشكلة كبيرة. فخليني أسألك، لو انتي هتاخدي من طنط حاجة واحدة في تربيتها ليكي، هتاخدي ايه من تربيتها ليكي تزرعيه في زين؟ ماما بتقول لك اهلا بيكي. هاخد منها ايه ازرعه في ذهني؟ بصي، اكتر حاجه ماما بصراحه كانت دايما بتتكلم فيها معانا وكده ان الدين مرجعنا. فكل حاجه ربنا قال لنا كذا، ربنا قال لنا كذا لغايه دلوقتي. يعني هي مثلا دلوقتي انا خليني واقعيه، انا بقصر كتير في الصلاه. انا فعلا بقصر كتير في الصلاه. فجاه الاقي الظهر قد يا لهوي انا ما بصليتش. فاهمه؟ فهي دايما تقول لي نهال ما فيش حاجه اسمها كده، انت تنسي كل حاجه الا الصلاه. فتفضل تذكرنا كل شويه بان ربنا بيبارك لنا في يعني انتوا فيكي مش كمان بقى ايه بتضايقنا فيها، لا انتوا فيكوا حاجات كتير حلوه، الصلاه هي اللي بتكملها. مش عارف ايه. فانا بصراحه موضوع الدين وموضوع ان انا الدين اول حاجه افكر فيها دي كانت ماما. بصراحه في كل خطوه، في كل خطوه، لدرجه ان ساعات الواحد بغض النظر ان في اوقات او سن معين احنا بنتمرد حتى على يعني مش قصدي بنتمرد على الدين، بس اللي هو ايه في اوقات كده بيجي لنا في السن احنا ما بنفكر اللي هو سن بعد سن المراهقة والجامعة والانفتاح بتاع الصحاب والخروج، فممكن نخرج من ورا أهالينا يعني الحاجات دي. تمام. بس برضو هنقول كان حاجات في الواحد اللايف دوت. خلي بالك ان اللايف بتسجل. قلت لها كل حاجة، قلت كل حاجة. ما هو اصل احنا ما كنا احنا مش بيرفكت يعني. بس انا دلوقتي مثلا لما بقعد اقول لنفسي انا الحاجات دي خلتني اراجع. يعني كنت انا ما انساش مره بقى اخدنا فلوس، كانت منحه والجامعه ادتنا فلوس، وانا تقريبا ما كانش معايا كريدت اكلم ماما، كان معايا 3,310. والمفروض راحه مؤمن اللي في العباسيه عشان نروح ناكل بفلوس المنحه يعني. طول ما انا في الطريق انا قاعده. طب طب ماما انا ما قلتش في البيت يعني احساسا من الغلط اللي انا بعمله، رغم ان هو ما يعتبرش غلط يعني. يعني ممكن اي حد تاني ما يعتبروش غلط، بس انا بالنسبه لي انا غلط. انا ماما عارفه اني في الجامعه، ما ايوه. رحتش مكان تاني. فطول الوقت دايما عندك باك جراوند حاجه وراكي بتقعد تقول لك ان انا كده بخون الامانه، ان انا كده مش بالمعنى الكبير قوي، لان انا لما رجعت قلت بس اللي هو لا انت في اليرت دايما دايما في ودانك، خدي بالك خدي بالك. مثلا خلينا ما دام اللايف بقى بنتكلم فيه بالهيومن سايد. لما تيجي دلوقتي تعملي غلط ماشي، او انت عارفه ان هو غلط، تيجي تقولي ايه؟ لا بقول بفكر نفسي نهال انت بقيتي ام. الام دي المفروض ان هي تكون قدوه، لازم تفكري دايما اول حاجه كده علشان خاطر ابنك. فدايما بتلاقي كده بيحصل لك ستيب باك. انا مش صح. هغلط الغلط ده عشان خاطر انا بقيت ام و صح. و و وتفتكري ربنا في اول حاجه. فانا شايفه بصراحه ان دي اكتر حاجه نفسي ازرعها في زين. دي اكتر دي حاجه. دي حاجة جميلة، فكرة ان انتي آه، انا بشوف الامومة بصراحة ان هي فعلا بتخلينا يحصل لنا جراس اصلا في شخصياتنا. يعني انتي بتكبري وبتنضجي عشان النقطة اللي انتي بتتكلمي فيها دي بالظبط. فكرة ان انا هو انا من غير ما اعلمه اي حاجة هو هيكوبي كل حاجة انا بعملها. بالظبط. بنتي هتشوفني بتكلم بالطريقة دي فهتكبر بتتكلم بالطريقة دي. بنتي هتشوفني برد ازاي في المواقف دي فهتعمل زيي. فهي اصلا نص التربية هو ان انت اصلا تربي نفسك في الاول، ما تربيش الطفل. بالظبط. انت ده نفسك حقيقي. فعلا تكون قدوة وتكون شخص سوي
وده فعلا اللي انا حتى نفسي اعمله هنا، فكره ان احنا ليه التركيز على الام؟ يعني ليه ما قررتش اشتغل على البيبي مثلا؟ ما هو انت لما هتبقي كويسه هو هيبقى كويس، انت لما بالظبط. هتبقي قدوه فعلا، لما تبقي mentally stable وتبقي اخده بالك من نفسك وبتتحركي لقدام يعني الشخص ده هيطلع زيك، ما هو ده بذر حقيقي. منك. ففكره ان انت قدوه دي فعلا نقطه، يعني نقطه مهمه جدا. خليني اغمق معاكي شويه كده. بما لما انك انتي ماما بقالك سنة وأربع شهور، which is مظبوط. وقت وقت محترم برضو، مش هين. بحس التايم لاين بتاع الأمومة، لا اليوم الوقت بيعدي بسرعة جدا، بس بيعدي ببطء جدا في نفس الوقت. ايوه ف... ايوه. ففي الفترة دي ايه أصعب حاجة مرت عليكي من أول ما ولدتي زين؟ طيب اصعب حاجه ان انا كشخص اكتف جدا، مم. ومن وانا عندي 20 سنه، هو انا من قبل كده يعني من قبل كده انا شخص اكتف واروح واتطوع ما اعرفش فين وانا في اعدادي، واروح في ثانوي جمعيه صناع الحياه، ونروح مش عارف ايه، وبعد كده رساله، وبعد كده طول الوقت انا في الشارع بعمل حاجه. مم. دخلت الجامعة نفس الحوار، اكتيفيتيز بقى، واروح اخد كورسات وما اعرفش ايه، واسافر الأقصر وأسوان. بالنسبة للناس كتير اللي هو 20 سنة وفي الجامعة وسافرت، كانت أهالينا بقى في الوقت ده لا وبتاع، بس سافرت وبعد كده اتخرجت واشتغلت على طول، وقعدت اشتغل واسافر يعني، واخطط هسافر مصر واحوش واسافر بره مصر واحوش بره. فانا بالنسبه لي شخص ما بيهمتش، اخلص شغل امشي حبه حلوين، بعد كده اروح التمرين وارجع يعني كان في اكتيفيتيز ما بقعدش. اكتر حاجه حسيت ان انا اللي هو ايه ده، انا حياتي وقفت بقى. انا لا عارفه مم. انزل، ولا عارفه اتحرك، ولا عارفه اعمل اي حاجه في حياتي من اللي انا بعملها يعني. او انا حرفيا كنت ساعات بمسك المخده اقعد اصوت فيها. عندي، انا مخنوقه، انا شايفه ان حياتي، لحد ما جيت وهو زين عنده 3 شهور، قلت انا ليه اللي بعمله ده؟ وبعدين ثانيه، ما انا لازم انبسط بكل مرحله. ايه يعني هحطه في الاسترولر وهاخد شنطته وهننزل المول؟ هجرب. مم. عملت اسلحتي وحطيت حاجتي وكل حاجه وظبطت الدنيا وبتاع. افتكر اول مره نزلت بيها مع زين كان لسه عنده ايام، ونزلت اطعمه، قلت لهم انا هنزل لوحدي. ليه مم. بقى قررت انزل لوحدي؟ عشان اجرب انا هعمل ايه. ففضلت طول مم. ما انا ماشيه في الطريق اكتشف حاجات المفروض اخد بالي منها، اللي هو ايه، انا هاخد شنطه واحده، انا مش هاخد شنطه ليا، انا هاخد شنطه زين بس. تمام. وبعدين مم. الفلوس بتاعت اوبر انا هحطها في جيب السوسته اللي قدام، مش هينفع احطها في محفظه وابقى شايلاه وافتح المحفظه. فالاكسبيرينس بتاعتي عشان اروح التطعيم خلتني رجعت بقى انا لازم اعمل كذا كذا وكذا عشان يسهلها عليا. مم. فابتديت ان انا لا عادي جدا، ماي بارتنر، وهننزل ونشرب قهوه سوا، انا هشرب قهوه وهو ياخد ببرونتو وما اعرفش ايه والكلام ده كله. لازم بقى استغل الوقت الحلو ده قبل ما نبقى بنجري في المول واجري وراه وفرهد في كل وقت. فانا ابتديت اللي هو لا، انا هنخرج، اخده الصبح نروح اي كافيه يقعد في الاسترولر مثلا، انا اديله اي لعبه وما اعرفش ايه، وانا بشرب قهوه ان شاء الله ساعه ونرجع. مم. اتكلمت مع اهلي ان انا عندي مشكله، وان انا محتاجه ان انا اسيب زين معاكم وانزل اشرب حاجه وارجع. مم. اهلي بصراحه يعني كانوا بيسبورتوا جدا في الموضوع ده، وياخدوا زين وانا انزل. في اوقات كنت يعني بس لما زين كبر شويه كنت بسيبه يبات يوم يعني ليله، انا بوديه بس بالليل وباجي له الصبح، يعني مجرد النوم يعني. بس اللي هو ابقى انا لوحدي، يعني انا محتاجه ده. دي طبيعه شخصيتي. ممكن ام تانية تقول لي ازاي قدر يبعد عن حضنك، وازاي قدرتي تنامي، عشان انا اتقال لي الكلام ده كتير يعني. بس هي شخصيات وكل حد فينا. ده مش معناه على فكره، انا بحس اللي هو ايه يا روان، انا لما ببقى كويسه بنزل الصبح بقى عايزه اجري جري وحشني، وعندي طاقه ليه، انا فصلت شويه دول. ده مش معناه ان هو متعب، هم العيال كلها متعبه، بس كل واحد ليه انا طاقتي ضعيفه، طاقتي قصيره، فانا عارفه نفسي ده. فانا عشان ادي ابني لازم افصل. ماما بتقول لك انا ماليه لمبي، ماشي اوكي. ايوه ده لازم السبورت سيستم يعني. بالظبط. بس عايزه اقول لك حتى يعني انتي طاقتك مش ضعيفه خالص. هي الفكره كلها ان ده الواي اللي انا بشحن بيه.
وعايزه اكد قوي على كلامك. انا حسيت بكلامك بتاع، يعني مره حتى في واحده من السبورت سيرفيس بقول لهم انا بشحن بغسيل المواعيد. يعني انا لو غسلت مواعيد لوحدي ايوه. من غير ما بنتي بتزن جنبي، مم. انا هاجي لها هتبقى وحشاني. بالظبط. يعني مش لازم نقعد في وش بعض 24/7 عشان اكون ام بالظبط. كويسه، لا خالص. انا محتاجه ابعد شويه عن الشخص ده. ده حتى في كل العلاقات على فكره، مش علاقتنا بعيالنا مم. بس، علاقتنا مع يعني مع جوازنا وكده. بنحتاج فصل قوات عشان مم. نوحش بعض، عشان لما نرجع ايه ده، العلاقه نفسها تتجدد. فده شيء بالظبط. هيلثي باي ساينس مم. يعني زي ما بيقولوا. وعجبني برضو في كلامك from coaching perspective بقى، اللحظه اللي انت قررتي فيها ان كفايه، لا لا انا مش هعيش حياتي كده. يعني الناس بتوصل لها في توقيتات مختلفة، بس هي اللحظة دي بتبقى بداية فعلا الترانسفورميشن وبداية التغيير، وبداية بقى المنظور الجديد والنضارة الجديدة اللي انت هتبصي عليها. هتكملي قيمتك ازاي؟ هو سؤال مم. فعلا. يمكن حتى السؤال ده انا حابة الناس كلها تفكر فيه، في اللي هو انت عايزة تكملي قيمتك ازاي؟ عايزة مم. تكمليها متضايقه من البيبي طول الوقت، انتوا الاتنين بتشكلوا في بعض طول النهار، متعصبه طول الوقت، مخنوقه، ما بتعمليش اي حاجه لنفسك وشايفه ان عمرك خلاص انا فنيته في الامومه، ولا لا انا عايزه اعيش الامومه دي بشكل واعي وبشكل ممتع و... وانا فعلا حاسه كل لحظه فيها، زي ما بيقولوا انا عايشه هنا ودلوقتي، انا عايشه هنا ناو. مم. انا اخده بالي من كل تفصيله بتحصل مع البيبي. ف... فلا قلتي حاجات كتير فيها تبس كتير جميله يعني يا نهال. طب زي ما قلنا، أصعب حاجة عدت في الأمومة، إيه أحلى حاجة بقى حصلت في الأمومة؟ لا، احلى حاجه انا بالنسبه لي اني حاضره كل اول حاجه زين بيعملها. امم. يعني فكره ان انت تلاقي اول زحفه، اول امم. خطوه، اول مام، امم. اول كل حاجه. انا اول واحده شفتها قبل بابا. يعني انا اللي خدت السبق في كل حاجه من الحاجات دي. تمام. امم. فانا ده بالنسبه لي، وبالنسبه لي برضو من احلى الحاجات فكره اللي هو ايه، هو زين مثلا لما بنروح لاهالينا او اي حاجه بيجري عليهم ماما وخلاص، ماما دي انا ما اعرفهاش، وانا بالنسبه لي دي حاجه جميله جدا، روحي حبيبي يعني انا ما تعود عنديش مشكله. عليهم. بس وقت ما يبقى عايز ياكل او لو وقع اتخبط بيجري على مين؟ بيجري عليا. يعني طبعا. فاهمه. فدي من احلى الحاجات، ان حد محتاجك. يعني انا انت حلو ان انت تلاقي يعني. احنا ككبار بنحب ان احنا في حد في حياتنا، انا لو عايزه اشحن انا عارفه ان اروح انام على كتفه كده انا هشحن. فتخيلي بقى لما تكوني انت الحد ده والحد ده منك. امم. فدي انا حسيتها ان دي احلى حاجه في الامومه، انه يتشقلب ويروح ويجي وكل حاجه. انا ماما في الاخر مفيش غيري. بس. دي شفت عينيكي بتلمع وانتي بتحكي. هي لحظات حلوة، آه، وفعلا ما بتتعوضش. حتى دايما يقولوا لنا ايه، صوروا كل الحاجات دي عشان هترجعوا العيال دي هتكبر بسرعة، والفاسلة اللي كانت قد كده دي فجأة بقت بني آدم قدامك وكبير. فحاسة قوي باللي بتقوليه. طيب، آه في سلسلة ابتديتها اسمها ازاي تسرفايف اول سنة امومة، وانا كنت بشارك فيها بروان ايه السيكريت صوص بتاعي ازاي تعدي المرحلة دي. وانتي الحمد لله اخدتي الختم وعديتي اول سنة بنجاح، الحمد الحمد لله لله. لسه عايشين سرفايفنج. مش بس سرفايفنج الحقيقة، يعني انتي قلتي حاجات كتير فيها ديفلوبمنت، شخصية نهال نفسها اتغيرت فيها. فخليني اسألك سؤالين. ايه اللي اتغير في شخصية نهال بعد أول سنة أمومة؟ وايه السيكريت صوص بتاع نهال بقى لسرفايفنج أول سنة أمومة؟ ماشي. أول حاجة إني أنا كنت فاكرة قبل الخلفة ولحد ما حملت ولحد بعد ما خلفت إن أنا مش قد المسؤولية أصلا. امم. لأني أنا أصلا ما كنتش مرتبطة بزين خالص، لأني أنا ما كنتش بحب الأطفال. ولا بالنسبة لي موضوع أنا خلفت عشان أنا معايا بارتنر، ماي بارتنر عايز يجيب بيبي امم. ده. وما ارتبطتش بزين طول فترة الحمل امم. خالص. ارتبطت بيه لحظة كده لما تعبت جامد وجالي تسمم حمل، ودخلت المستشفى وبقيت اقول لجوزي. هو انا عرفت بقى بعدين يعني ان هم قالوا له يا البيبي يا الام، يعني انا خلاص هو انا وصلت للمرحلة دي. فكنت بقول لاحمد، بقول له ابني. انا ساعتها بقى قلبي ده، يعني انا قلبي لا وانا بشوف
البيبي على السونار ولا الكلام ده كله. انا في اللحظه دي كنت في الشهر السابع، يعني تخيلي كل ده ولا وهو بيخبط في بس اليوم ده، اليومين اللي هما ما كانش بيخبط، ما كانش بيسلم عليا، ابتديت شويه احس حاجه، فاهماني؟ وكنت اوقات كتير ابص له اقول له انت مين؟ انت جيت امتى؟ يعني انت ايه في حياتي؟ فاهماني؟ فانا ما كنتش شايفه ان انا قد المسؤوليه خالص خالص، وابص للبيت والبيت مبهدل، وابص لنفسي. وانا مش عارفه انتي عارفه ولا ايه، انا عملت عمليه تكميم لان انا وزني وصل لحوالي 130 كيلو، انا داخله عمليه 130 كيلو. بص لنفسي فبقى عندي مشاكل في صحتي، وابص للشقه وابص لشغلي اللي انا طول الوقت بجيب above expectations وبميت expectation. انا دلوقتي بلمس في البيلو، يعني لو جبت البيلو فانا يبقى كده احمد وش، ابوس ايدي وش وده. فانا بالنسبه لي اللي هو انت بتقعي. فبالنسبه لي كانت اهم خطوه، لا انا مش هضيع ده، وانا قد المسؤوليه، وانا هثبت لنفسي ان انا هقدر. وابتديت اركز مع نفسي واحط بقى كده بوينتس. طيب خلينا دلوقتي فين اولوياتك؟ انا اولوياتي ابني، الشغل هركنه على جنب دلوقتي. كل اللي انا هعمله ان انا بسلم تاسكات بس، ما ينفعش يبقى هدفي دلوقتي. حتى كنت بقول لهم كده صراحة في الشركة. وكان بالنسبة لي اللي هو يا جماعة أنا أول سنة، فاللي هو انا يا دوب تاسكاتي وبس، محدش يطلب مني اي حاجه نهال القديمه مش هتنفع تكون دلوقتي، بعدين. انا كنت صريحه جدا معاهم في الشغل، وعشان كمان ليا كريدت لان انا في الشركه من 2016، فالناس دي عارفه نهال في الشغل كانت عامله ازاي. فدلوقتي وهم بصراحه كانوا بيسبورتوني جدا في الحته دي. فانا ممكن اقول شكر لشركه فيتشر جروب من هنا عشان انا بحبهم بصراحه. يعني من غير مدفوع الاجر. اه بحبهم. الريز بقى شهر واحد، اوكي. جماعة. اوكي. ف... فهم كانوا بيسبورتوني بالفلكسبل اورز، بالاجازات لو انا محتاجه اجازه، بالكلام ده كله. بصراحه دي حاجه انا حبيتها جدا. فانا الحته دي في ايه؟ لا هو انت تقدري، مفيش واحده فينا ما تقدرش ان هي تقوم باللي هي فيه. الفكره في ان في مقومات او في حاجات لازم بتساعد بس الام في ده. يعني ما ينفعش هي هتحس ان هي تقوم لوحدها من غير ما حد اصلا يكون بيساعدها. انا لازم اشوف انا جوزي ده لازم ايده بايدي في الحاجات، انا عليا مهام وهو عليه مهام، في حاجات احنا الاتنين سوا بنشرك بعض فيها. من اول بنغير الدايبر، ده ابننا، ده بيتنا، ده حياتنا، دايما حرف النا ده في الاخر لازم تكون موجودة. لازم يعني. وهي الفكرة كلها كانت اختي بتقول لي يا نهال الامومة فطرة، الابوة مكتسبة. فلازم بننفولف الرجالة في حاجات. في الأول كده بنبوش، بعد كده شوية الموضوع هيبقى تعود، وبعد كده هيتلذذ بالموضوع. وبالذات لما البيبي يبتدي يلاغي ويقول بابا، والبنت ترتبط بالأب والولد مش عارف ايه. فدايما الفكرة دي أهم حاجة إن يكون جوزك سبورتيف. ولو في رجالة مش سبورتيف بنشتغل عليها. يعني اعتقد بقى انت بقى ايه يا روان، ايه تديهم الوينجز ازاي ان الراجل يكون سبورت في الحتة دي بالطريقة الدايركت والطريقة الاندايركت يعني. بس فدي اكتر حاجة. السؤال التاني معلش يا روان كان ايه؟ السيكريت صوص بتاعك، واعتقد انت ابتديتي تجاوبيه، اللي هو بدايته السبورت سيستم. ايه السيكريت صوص اللي خلاكي تسرفايفي اول سنة امومة؟ جوزي. بصراحة جوزي وأهلي هما الاتنين، إن هما الاتنين كانوا سبورت ليا. إن جوزي كان الحمد لله إيده بإيدي في كل حاجة، من أول غيار الزين، هنحمي زين، هنروح للدكتور سوا، هننيم زين. أنا بتعب أدخل أنام شوية، هو يقعد بيه ساعة أو ساعتين على بال ما أنام أنا، وأصحى بقى عشان أكمل الراوند بالليل. ففكرة وجود بارتنر دي حاجات الواحد يعني أنا ما كنتش متخيلة ده أصلا برضو، يعني ما كنتش متخيلة ده. وعلى فكرة برضو عشان بس نكون واقعيين، برضو ساعات هم بيضطروا دماغهم، يعني برضو ايه، خلينا برضو واقعيين عشان بس ما حدش يفتكر ان الدنيا بتبقى سموث طول الوقت وان هم مستحملين طول الوقت. لا هم بيجوا وقت عليهم زينا بالظبط. فاللي هو ايه كده بس. وفكرة وجود الاهل برضو، ما هو الاهل برضو بيجي عليهم وقت بيبقى الموضوع لود برضو، يعني لود. بس فكرة ان هم حواليكي، وان انا عارفه ان هم بيسبورتوني، وان انا لما بقع بيبقوا معايا وكل الكلام ده كله. دي اهم حاجه. ده اكتر سر فعلا
لازم تلاقي اللي حواليك يكونوا بيسبورتوكي، صحابك مثلا يعني. صحابك لو مثلا بيقولوا لك يلا هننزل، هناخد بالك، ناخد بالنا من البيبي وانتي ريحي شويه، اشربي حاجه، مم. فاهماني؟ مم. احنا هنلعب بيه شويه، خشي. انا ما انساش كان نفسي استحمى. في مره كان نفسي استحمى، صاحبتي كلمتني قالت لي هاجي اقعد بالزين وخشي خدي دش. اوكي. ففكره ان يكون ناس حواليكي، انا شايفه ان دي اهم 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 حاجه. صحيح. صحيح. السبورت سيستم فعلا من غيره انت مش هتعرفي تقومي، ومحدش بيقوم لوحده. يعني دي عارفه اللي هو نظريه مغلوطه، لان ساعات الستات بتحط ستاندرز عاليه على نفسها، اللي هو انا وان مان شو، وانا هعمل كل حاجه، وانا طبعا. سترونج اندبندنت ماما. وده مش حقيقي، مفيش حد هيعرف يفانكشن في كل الاتجاهات دي. سبيشالي ان فعلا اول سنه دي هو البيبي معتمد عليكي كليا، لا انت مش هتقدري. وبرضه عجبني في كلامك وانت بتتكلمي على الابهات ان هم بيزهقوا، على فكره حتى الامهات بتزهق، ايوه يعني مش بالظبط. دايما كل مهام الامومه احنا مضطرين، بتكون ممتعه. يعني في اوقات انت بتبقي، هو ما فيش اوبشن، فاهمه؟ لكن هو بالظبط. بيبقى معتبر ان انا عندي اوبشن، انا عندي اوبشن، فاهمه؟ اللي هو لا، هو انا مش عايزه اغير للبيبي دلوقتي، بس هي لازم تغير لها الدايبر دلوقتي، بس انا مش مبسوطه بده على فكره، هي مش فاهمه بالظبط. ان انا بتلذذ. بس ده بيحصل، يعني فعلا الموضوع مش دايما قلوب وفراشات. وحتى الامومه على فكره، الامومه نفسها مش يعني كده. انا مختلفه بصراحه مع فكره انها فطره. احنا بنولد وبنجيب بيبيهات بس بالظبط. مش كل الناس بتقدر تحب البيبي ده على حقيقي. طول. وانا عايزه اقول ده على الملأ، عشان الكلام ده دايما بيبقى ايه ده، ازاي تقولوا كده وانتوا جاحدين على النعمه، وانتوا في ناس غيركم مش لاقيه. يا جماعه، ما احنا محتاجين نعبر عن المشاعر دي عشان نعرف نأكسبت الوضع اللي احنا فيه، بالظبط. وبعدها علاقتنا بالبيبي دي تبقى احسن. فعجبني لما انت قلتي انا اللحظه بتاعت ال7 شهور دي ابتديت احبه فعلا، وده ما فيهوش حاجه عيب وما فيهوش حاجه غلط. لا انا فدي كنت برضو بحس نقطه بقى يا مهمه. روان ان انا في حق، اللي هو يعني انت لما سمعتي النبض ما عيطتي؟ لا يا جماعه انا ما حسيت، ما عادي، ما حسيت عادي، وطول الوقت فعلا عادي. يعني طول الوقت حاسه ان لا، يعني انا وبعدين انا كنت بقعد ايه قبل الشهر اقعد اذاكر الشهر ده هيحصل فيه ايه، بس برضه ما كنتش بحاسه بانبهار. عينه اتكونت، مناخيره طلعت، يعني فما كنتش بقى ببقى اللي هو ايه انت عارف كده، لا عادي يعني، ارتكل بقراها. بس دلوقتي بقى الموضوع اختلف تماما يعني. يعني وكل ما بيكبروا كل ما الموضوع بيبقى احلى والطف، يعني فاهمه؟ يعني دلوقتي تعالى يلا، عشان بس برضو ايه، احنا بنشوف تلفزيون بس مش بالطول الوقت، يعني عادي ممكن نفتح ميس ريتشل ولا نفتح اي تشانل فيها حاجه تعليميه او كده، نقعد شويه، انا تمام جدا ده، لانه طول اليوم في الحضانه وما بيشوفش اي شاشات وبتاع، فعادي جدا هعمل كوبايه وهو يشرب كوبايه عصير بتاع، وقاعدين سوا بنتفرج على حاجه. فده مثلا ما كانش بيحصل، دلوقتي بقى وقت ممتع بالنسبه لي، احنا قاعدين مع بعض انا وهو قاعد رايقين تحت البطانيه بنعمل حاجه. في الاول كان زمزقه وعياط. فكل ما بيكبروا كل ما بتلاقي نفسك الموضوع اتحول لحاجه لطيفه. صحاب. ايوه، احنا اه صحاب، مش بس بالظبط. ماما وابني او بنتي، احنا صحاب وعندنا كواليتي تايم، او وقت بنقضيه مع بعض ونكون مبسوطين فيه. ده حقيقي. آه، دي حاجه فعلا ممتعه، يعني موضوع الكواليتي تايم ده. يمكن الناس انواع في حته الانواع الحب حتى. كل واحد بيستمتع او بيعبر عن الحب ازاي. بس الكواليتي تايم من الحاجات انا شخصيا بفضل ده بصراحه، بتبقى حاجه فعلا مميزه. طيب، حديثا عن كواليتي تايم واللحظات الحلوة، يعني أول سنة، إيه أكتر لحظة حسيتي إنك فخورة بيها بنهال؟ اكتر لحظه لما عملت روتين النوم، امم. فخر ما بعده فخر. عشان كنت كل شوية هقع، اللي هو أنا تعبت، أنا بقالي شهرين بعمل نفس الحوار كل يوم والموضوع بيفشل مني، امم. لحد ما روتين النوم ظبط الحمد لله. يعني أنا بعتبرها من عند ما ربنا، شاء مش الله. مش مني. ما شاء الله. ما شاء الله، عشان الحاجات دي بتتحسد. بالظبط. فاللي هو ان انا كنت كل يوم اعمل نفس الروتين، ناخد الدش وبعد كده نخش نطفي النور ناخد الببرونة، نقعد مع يعني الاجواء دي كلها تعمليها كل يوم، وتفضلي قاعدة في الأوضة 4 أو 5 ساعات علشان تنيمي طفل، ومفيش صوت بره ولا ابوي يدخل ولا اي حاجة، ومفيش فايدة، لحد ما الحمد لله ظبطت. فده كان بالنسبة لي أكتر حاجة أنا كنت فخورة بيها بصراحة. والحضانة ساعدتني بقى لما نزل من الحضانة،
فبقى الساعة البيولوجية بتاعته 7 بالدقيقة تلاقيه واقف كده، ايوه، و7 بالدقيقة يوم واقف. الاجازه، يوم الجمعه، يوم وانا عايزه الأجازة انام. انا عايزه انام، انا بني ادم كل بجد. هتلاقيني كل جمعة أنزل الصورة الساعة 7 الصبح وإحنا قاعدين معلش، الساعة 7 الصبح. لازم ناخد الباكج على بعضها. اه هنصحى بصراحة بدري، هنصحى بدري على طول. انت تقول لنا رايحه جايه تقول لنا سقفوا لي على روتين النوم، بس هي فعلا النوم من الايشوز الكبيره. يعني كلنا بنعاني، ما اعتقدش في واحده ما عانتش من موضوع النوم ده. هي باكج كده برضو بتيجي مع الامومه. بالظبط. ف... فالحمد لله ان دي كانت حاجه ظبطت. وده بيدل برضك على قد ايه انت حد صبور، يعني ان أنا حد مش كده، يفضل. دي اتعلمت يعني، الأمومة هي اللي علمتني، لكن أنا مش حد صبور جدا جدا، أنا شخص اندفاعي جدا، شخص ما عنديش صبر لأي حاجة خالص خالص. بس الموضوع ابتدى يتحول في الأمومة، وابتديت كمان إن أنا راح تقول لي ماما تقول لك راح جايه تقول لنا سقفوا لي على روتين النوم، عشان لما الساعة 9 ينام كده ببقى فرحانة بقى لو أنا بره، بس هو نام الساعة 9 يومي بقى زي انا، ما دلوقتي بقى، يومي الوقت بتاعي ابتدي بالظبط. بقى. ايوه. ف ف بتاع دوت انا كنت بقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم. اه الصبر، فكرة الصبر، ان هو ابتدت كمان تبقى في شخصيتي يا روان، يعني اللي هو ايه، انا ما كنت مش كده تمام. فبعدين دلوقتي مثلا زي نقاش بين اي زوج وزوجه، ممكن تقعدي تجادلي وبتاع وانت عارفه إنت مش تكسبي. فدلوقتي مثلا بالنسبه لي خلاص تمام، ونشوف هيحصل ايه، فينك وفين الشغل، فاهمه؟ كنت تفضلي بقى تقاوحي وتنحري في نفسك والكلام ده كله. فابتديت اللي هو اكون طب خلاص، طب شوف انت هتعمل ايه، ولو ما نفعتش نشوف الطريقه بتاعتي. فبقيت امم. ان انا احول الموضوع ده يعني لبروس مع الناس ومع حياتي. فاهمه الفكره في ايه؟ ابقى اهدى، ايوه. ابقى ما اتعصبش بسرعه، نصبر نجرب، مش انت بتقول حاجه نجرب معاك وبعد كده نبقى نشوف معاك. هو بصراحه دي اكتر حاجه شايفه ان هي الصبر دي. طب الامومه علمتك ايه كمان جنب الصبر؟ علمتني ايه كمان؟ امم. آه بصي، لا هي مش عارفه اخدها لك او يتقال في اكسبريشن معين او كده، بس هي انا حاسه ان هي غيرت فيا حاجات كتير يعني. انا مثلا يعني خطوه انا وصلت زي ما قلت لك 130 كيلو، والموضوع كان بالنسبه لي عندي ازمه. اوكي، بس لو انا ما كنتش مخلفه زين ما كنتش هروح اعمل العمليه، امم. كنت هقاوح في الدايت وهنزل اتمرن والكلام ده كله. ولكن انا لما وصلت ان انا 130 يعني اوفر ويت ب 60 كيلو، فانا ال 60 كيلو دول انا هنزلهم في قد ايه وانا عايزه كات شورت، انا مش عارفه العب مع ابني، انا مش عارفه اشيله. امم. فخلتني اخد قرارات او حاجات. انا بالنسبه لي هو دلوقتي عدى 6 شهور من العمليه، 5 شهور 5 شهور ونص. اه ده من احسن قرارات حياتي، صحتي الحمد لله بقت احسن. انا نفسي حاسه ان انا رجعت انزل، كنتش بعرف اوطي حرفيا يا روان، انا كنت بعرف اوطي انزل اقعد معاه في الارض. يعني الموضوع كان صعب عليا، ولود نفسي بشع بشع، مش عارفة ألبس وأنزل بيه، أنا بنهج مجرد ما بشيله وأشيل شنطته. فالأمومة خلتني آخد قرار رغم الرفض اللي حواليا كلهم، جوزي، أهلي، صحابي، كل الناس كانت رافضة، وأنا خدت القرار وخدته. في خلاص انت في قرارات انا اضرب مصلحتي ومصلحة ابني، وخلتني افكر دايما في كل حاجه روان ان معرفش ده صح ولا ايه، بس انا دلوقتي معرفش بقيت بفكر دايما في زين قبليه. يعني مثلا انا هعمل ده عشان خاطر زين، انا هعمل ده عشان خاطر زين. وبعدين اجي ابص لنفسي، طب ما تعمليه عشان خاطر نفسك، ما هو انا بعمله عشان خاطر زين، عشان هي حاجه حلوه فهتفيدني فهتفيد ابني. بقيت ابص لها من الناحيه التانيه، عشان الناس تقول لك نفسك اولا، هو نفسك فعلا اولا، بس انا بعمل ده عشان عندي حافز. هو البيبي ده هو الحافز اللي بيخليكي تعملي ده، مش معناه ان انت تفكريش في نفسك اولا بس. اكبر موتيف في الدنيا بيتهيألي ان احنا نبقى بني ادمين افضل هما. بالظبط. يعني انا سميت المجتمع مجتمع مسك عشانها. عشان هي كانت فعلا السبب في خطوة متأخرة. يعني انا من زمان، انا من اول الحمل وحابة اعمل حاجة اصلا ليها علاقة بالامهات، وشهور بتعدي لحد ما لا،
انا محتاجه ابتدي، وابتديت. ولما ابتديت بوتنشلز كتير وحاجات كتير في روان بتحبها وبتحب تعملها ظهرت مع مجتمع مسك. فهي رجعتني تاني لروان اللي انا كنت بحبها، روان الحفروكه اللي بتعمل اكتيفيتيز كتير، اللي مبسوطه بالمرحله وبتعمل حاجات ليها علاقه بالمرحله. فانا بشوفهم فعلا اكبر موتيف في الدنيا. بالظبط. بس هي اللقطه كلها في انتي بتبصي للموضوع ازاي، شايفاهم مم. لود عليكي وعايزاها مرحله وتخلص، ولا شايفاهم لا، ده الشخص ده بغض انا النظر يا روان، هفكر. احنا عايزين مرحله ام العريس تتفضل على الستيج، عايزينها تيجي يعني انا مش قادره اتخيل ان لسه في الف في ارنب وب بطه وهندخل في المرحله الطويله. وبعد كده يجي لنا استدعاء ولي امر، اصل ابنكم عمل كذا عاكس صاحبته يعني حاسه ان ايه الحوار ايه كبير قوي علينا او كده. بس ما اعرفش، انا حاسه ان احنا بننبسط، يعني احنا داخلين بننبسط. بالظبط. طيب بما ان الساعة 10 ل10، انا هسيب كده سبيس للناس لو حابة تسألك عن حاجة. وزي ما الناس بتكتب كومنتس او بتسأل، حابة اعرف انتي بعد ما اتكلمنا كده يعني حاسة بايه دلوقتي؟ لا، حاسه ان انا مبسوطه، حاسه ان انا طلعت كلام ما كنتش بعرف اطلعه، او مش يعني ما طلعتوش، يعني مم. كان جوايا وانتي حاولتي تخرجيه بطريقه ما، وطلع زي ما هو من غير ما يكون مترتب ولا متفلتر، يعني ولا متفلتر خالص، هو طلع زي ما هو كده. مم. بس يعني فانا حاسه ان انا مبسوطه بحتى الحاجات اللي فيا مش ممكن بالنسبة لحد مش حلوة، لا أنا تمام جدا معاها، مش حلوة أنا تمام. أنا احنا تمام، أنا مبسوطة بيها. بس ناخد انا تمام دي شعار المرحلة، اللي هو انا اه تمام طالما انا متصالحة مع نفسي أنا مبسوطة. ومبسوطة بنفسي. خلاص. روان، هقول لك على حاجة. كان مرة حد بيتكلم معايا في حاجة تخصني، مم. فبيرد عليا بيقول لي أنا مش مقتنع بيها، لا ما تعمليش كذا. فبقول له أنت مش مقتنع بيها، فأنت عندك مشكلة معاها، حاول تحلها مع الحاجة دي اللي هي تخصني أساسا. فأنت عندك مشكلة حاول تحلها، لكن أنا حاجتي دي تخصني، أنا ما عنديش مشكلة معاها. فأنت صحيح. عندك مشكلة معاها، خلاص حلها. فاهمة؟ صحيح. صح. صح صح 100%. آه سارة بتقولك قولي لي بحبك يا سارة في المايك. حبيبتي يا سارة، بحبك. وسارة سوري بتقولك انا مش عايزة اسأل بس بحبك يا نهال وبحب الجروب بتاعك، وروان طبعا أنا منورة يخليكي ربنا يا يوفقك. سارة، ربنا وهلا يخليكي. بتقولك شكرا للبساطة والصدق في الحديث والبعد عن الدعاية المثالية. هو احنا جايين نكسر الموضوع ده يا هنا. هو البرنامج ده معمول عشان ده يتكسر اصلا. اعملي لنا بقى الموضوع ده يا روان في شكل سيركل، ونتقابل في شكل سيركل بقى ونقعد فيها. ان شاء الله. بما ان 24 كانت بدايه مختلفه يعني لمجتمع مسك، فهي اول فعلا سيركل حتى يعني خلاص انا هرجع السيركلز مره كمان الحمد لله. فاول يعني انتظروا بكره او بعده هتلاقوا اعلان اول حلو سيركل، وهي على فكره قوي. ليها علاقه بالانجاز وليها علاقه بالتيم بتاع الشهر بتاعنا. مش عايزه احرقها لكم بس انتظروني. انتظروني يا ان شاء جماعه. الله. احنا هنظهر بشكل مختلف ونكون متواجدين اكتر ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني. ان شاء الله. ان شاء الله يا ساره. طيب هل هنالك أي حد حابب يقول إنها الحاجة، حابب يسألني على حاجة؟ أنا بصراحة انبسطت وانا وحاسة إن كمان أنا والله. بالانترفيو ده اتعرفت عليكي أكتر. شخصيتك باينة من الشات والكونفرسيشنز اللي ما بيننا، وقد إيه حد عفوي فعلا ما بيلبسش ماسك يعني. بس حاسة إني اتعرفت عليكي أكتر بالانترفيو. سارة بتقول لنا ساعة عدت هوا. شكرا ليكم. شكرا ليكي يا سارة وشكرا على ام المتابعة. جميله، عايزين يا جماعه ابقى بقول لك تعرفي على ام جميله، لان ساره برضو عندها عن اوكي تمام. اصل انا كنت زمان يا روان بكتب جوابات لحد مش موجود، وكنت حد تقريبا متابعني من زمان، انا ما قريتش مين بس حد كان متابع من زمان. كان عندي قصص انا واحفادي وعاملاها بارت 1 نايس. وبارت 2 بارت 3. تمام، فاهمه؟ فاللي هو كانت طب ما انا دي حاجة واحفادي جميلة. بقى. اه لا لا، دي كانت حاجه كده مضحكه، كانت سيريس اوف بوستس كده كنت بكتبها انا واحفادي، فكانت لطيفه. ساره برضه، يعني فكره بقى كمان انت محتاجه، يعني في ناس عندنا كتير، يعني انا بعتبر نفسي انا هو كده كده ولا حاجه مقارنه بواحده جوزها مغترب
وهي لوحدها وشايلة 2 أو 3 أطفال، وبتعمل شغلها وي وي وي. يعني في كمية ناس، من الحاجات برضو اللي تخليكي تموتيف، يعني اللي هو طب هي قادرة تعمل كذا، انتي ازاي مش قادرة؟ قومي يعني. وفي حاجة برضو ران خليني اقول لك عليها، فكرة التطويل. يمكن حتى بقولها في الكورس عندي: خلصي السيشن واعملي الهوم ورك، خلصي السيشن وخروجي طبقي. فكرة ان انا اسوف انا هعمل، او ان شاء صح الله هبتدي اعمل، من غير ما تقومي لحظتها، بتخلي كل حاجة في الدرافت، مش بتعملي صح. حاجة. ففكرة ان انت كشخص هتاخدي قرارك، انا هاخده دلوقتي. افتكر ان انا لما الصلاة وتقصيري فيها، انا هقوم اصلي. انا كنت بعمل نفسي ايه، اقول ايه؟ انا هقوم احرق الشيطان دلوقتي. ما هو انا اول ما هتوضى، انا الشيطان هيتحرق. فانا هقوم دلوقتي اصلي، انا مش هستنى لبكره. فاهمه؟ مم. فكل حد فينا، كل ام لو عندها اي، يعني الويكنسز بتاعتنا مش عندها اي، يعني كلنا عندنا ويكنسز. لو خدتي قرارك انا هعمل ده دلوقتي، I will work on دلوقتي، صح. مش هستنى بعدين، هيفرق في كل حاجة. أنا دلوقتي عايزة أرجع شغلي تاني. طب ماشي أوكي، يلا تعالي، هرجع شغلي إزاي؟ 1 2 3، مم. محتاجة كذا، محتاجة إن يجيلي حد في الشهر ينظف لي البيت مرة في الشهر، وأنا بقية الشهر هعملها من على الوش. محتاجة إن أنا أجيب حاجتي يا مانثلي يا ويكلي، هشوف أنا هعمل إيه. دلوقتي قومي امسكي الورقة والقلم وبلاني أنا هعمل إيه. تسويف بيخلينا نكسل. التسويف ان شاء الله هبقى اخد ابني وننزل نتمشى في الجو الحلو ده. لا، قومي البسي دلوقتي وحطيه في السترولر، او لفيه في البيبي راب وانزلي دلوقتي. مش ان شاء الله، هو مم. ان شاء الله كل حاجه طبعا ان شاء الله، بس ما تسوفيش. صح. فدي اكتر حاجه نصيحه انا فعلا بقولها لاي حد: ما تستناش. انا مش شايفه ان هي لللايف بتاعنا النهارده احسن من ان هي اللي ما انت طولت قوي. نهيتيها. take the first step and move، يعني خدي اول خطوه. آه، بالظبط. شكرا يا نهاد، شكرا على الوقت الحلو يا راي، والدردشه ربنا الحلوه يخليك. والدردشه اللذيذه. انا كمان انبسطت. نورتينا ربنا يخليك. وفتحتي معانا اول حلقه من حلقات The Human Side of شرف Successful ليا Moms. والله. ربنا يخليكي. واحنا كده خلصنا النهارده، انتظرونا بقى الخميس اللي جاي ان شاء الله. وحلقه جديده وام جديده وحكايه جديده. تصبحوا على ان خير. شاء الله. ثانك يو راي. باي باي باي، مع باي. السلامه. باي.